ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ والنهارده بنتكلم عن تسريبات احداث مسلسل حب بين السطور. النهارده هنتكلم عن احداث الحلقة 20 من المسلسل. بعد غياب مشعل وسفره للعلاج، بيستغل اياد الوضع وبيحاول يقرب من مي، وبيروح لها وبيحاول ان هو يشوفها. مي بتصده وبتكون مش طايقاه، لكنه مصر ان هي تحبه، وبيحاول كمان يكرهها في مشعل، وبيكون متضايق جدا بعد ما بيعرف ان هما رجعوا لبعض تاني. جوى بتدفع تمن اللي عملته غالي جدا، وده بسبب ضربها لشملان، وبتكون موجودة في السجن، وشملان بيرفض ان هو يتنازل. كمان غير الفضيحة في الديرة، الكل بيتكلم عن فضيحة جوى مع شملان، وليه كمان ضربته بالشكل ده في المول، في المجمع قدام كل الناس. الناس كلها بتحكي عن اللي حصل، والفيديو بدأ ينتشر وانتشاره أصبح واسع جدا. ولطيفة منهارة ومش عارفة تنقذ بنتها. مشعل بيكون مسافر للعلاج، ومي بتكون عايزة تطمن عليه وقلقانة جدا لغيابه، لكنها بتدعي إن هو يرجع بالسلامة. منيرة مش عارفة تعمل إيه في موضوع حبها لأيمن، عايزة تتجوزه، عشان كده بتلجأ لورقتها الأخيرة علشان تحقق مبتغاها، وكمان تتجوز من أيمن. وأعتقد إن هي ممكن كمان تفكر فيه إنها تهرب، لأن أخوها مش موافق أبدا على الجواز من أيمن ده. وبتساعدها كمان مرات أخوها دينا في إن هي تحاول تقنع صالح، لكن صالح مش موافق أبدا على موضوع الجواز ده. أما عن لطيفة ودينا، بتتوطد بينهم العلاقة وبيكونوا كويسين مع بعض، ولطيفة بتتقبل وجود دينا في البيت، وبيدخلوا كمان شراكة مع بعض. ده بعد ما يخلص موضوع جوى، لأن موضوع جوى عفس البيت كله. بينما بينتقم بعد كده وضاح من أمل بسبب اللي عملته، وبيفضل برضه ورا زينة وعايز يندمها على إن هي سابته. ودي كانت تسريبات أحداث الحلقة 20 من مسلسل حب بين السطور.